بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في متابعة هذا المسلسل الدرامي الهندي الطفل شنودة والمؤامرة الكبرى، سواء على الإسلام وبلاد المسلمين سواء عالميا. رأينا في أحداث الحلقة الماضية كيف أن اليهود هم محرك الفساد والشر على مر العصور وكر الدهور، ما من فساد يقع في الأرض إلا من تحرك إبليس وجنده، واليهود هم من جند إبليس. وبينا كيف أنهم سطروا ما سيفعلونه بالعالم من فساد وشرور وأحداث ومظاهرات وثورات، لنصل بكم إلى الحلقة الثانية، حلقة اليوم. وحلقة اليوم متعلقة بكتاب مشترك بين اليهود والنصارى يسمى بالكتاب المقدس. وهذا الأمر فيه بعض الأعاجيب التي تضرب منها كفا بكف. الكتاب المقدس باختصار يتكون من عهد قديم، التوراة يقولون عنها التوراة وأسفار والعهد الجديد هي الأناجيل 4 ورسائل بولس إلى غيره. عهد قديم وعهد جديد. من الأمور العجب في هذا الأمر أكشن أيضا أن كتاب واحد بين دفتين تنبثق منه أمتين كبيرتين بعقيدتين متغايرتين متضادتين. كتاب واحد لكن تنبثق منه أمة تسمى بأمة اليهود وأمة ثانية تسمى بأمة النصارى. لكن عقيدة دول غير عقيدة دول. من الأمور العجب أيضا في هذا الكتاب أن بينهما في هذا الكتاب عموم وخصوص. فالنصارى تشترك مع اليهود في العهد القديم، يقولون أن رب العهد القديم هو رب العهد الجديد، لكن اليهود لا يشتركون مع النصارى في العهد الجديد. يبقى لو رحنا العهد الجديد نجد أن اليهود والنصارى يشتركون فيه مع اختلاف العقيدتين، لكن هم بيقولوا برضو العهد ده تبعنا. اليهود يقولوا العهد ده تبعنا والنصارى يقولوا العهد ده تبعنا برضو، اسمه العهد القديم. أمور عجيبة في هذا الكتاب. يبقى اليهود والنصارى مشتركين في العهد الجديد، والنصارى بيقولوا أن رب العهد القديم هو رب العهد الجديد، لكن اليهود لا يشتركون مع النصارى في العهد الجديد، فينفصلون عن النصارى عن هذا العهد. فأصبح فيه عموم وخصوص. العموم أن الأمتين اليهود والنصارى يشتركون في العهد القديم. الخصوص أن اليهود تنفرد فقط بالعهد القديم وأن النصارى ينفردوا بالعهد الجديد، لكن الاشتراك بالأمتين في العهد القديم. من الأمور العجيبة جدا في هذا الكتاب أسئلة محيرة. كيف يجتمعون في كتاب واحد؟ كيف؟
ثم لو ذهبنا إلى ما اشتركوا فيه اللي هو العهد القديم، نجد أن عقائد كثيرة عند اليهود مغايرة لعقائد كثيرة عند النصارى، وأن اليهود لا يوافقون النصارى على عقيدتهم، وأن النصارى لا توافق اليهود على عقيدتهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أمور عجب. كيف جمعتم، والكلام للنصارى أو المسيحيين، كيف جمعتم كتاب واحد وجمعتم معكم فيه اليهود في العهد القديم، ولم تستطيعوا أن تأخذوا اليهود وهم كانوا أولى إلى عقيدتكم؟ هذه مقدمة لهذه الحلقة التي ليست بطويلة، لكن تعالوا بنا نتأمل أيضا في العهد القديم الذي يشترك فيه النصارى أو المسيحيين مع اليهود في إصحاح معين وكلمات معينة. وهذه هي حلقة اليوم. اليهود هم محرك الفتن. طيب، في نص في الكتاب المقدس في العهد القديم اللي هو بيخص اليهود ويخص المسيحيين، فيه كلمات صعبة كأن الأمتين اجتمعتا في هذا النص، إن العهد القديم خلاص مشتركين في هذا. تعالوا نتأمل هذه الألفاظ ونختم هذه الحلقة الثانية من حلقات الطفل شنودة أو يوسف والمؤامرة الكبرى. الإصحاح هو أو السفر هو سفر إشعياء الإصحاح 19. سفر إشعياء الإصحاح 19 الذي يبدأ بالعدد 1 يقول: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة. طبعا الرب دي عند اليهود غير الرب دي غير رب عند النصارى. الراكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها، وأهيج مصريين على مصريين. خلي بالكم اليهود والنصارى بيشتركون في هذا النص. وأهيج عشان تعرفوا نجيب جبرائيل واللي كانوا في الكادر ده وبتاعه كده لما كانوا بيهيجوا الدنيا كان ليه؟ اهي في نص بيتحركوا بالنص، في نص وبيحركوا من القساوسة من ورا والكنائس من ورا. وأهيج طبعا ليس الكل، هناك ناس محترمة، مسيحيين محترم نراهم بالآلاف بل فوق المليون، نراهم ونتعامل معهم ونبيع ونشتري، لا دخل لهم بهذا الهراء مطلقا. يعيشون يقولون نحن نعيش في وطن واحد ومصريين، ويدرؤون عن أنفسهم وعن بلادهم وأوطانهم الفتن. لكن شوفوا النص: وأهيج مصريين، عشان لما تشوفوا نجيب جبرائيل بيعمل ايه تعرفوا انه منطلق من هذا النص. وزج به قساوسة خلف أسوار الكنائس. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة ومملكة مملكة. وتهراك روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين. وأغلق على المصريين في يد مولى قاس، فيتسلط عليهم ملك عزيز، يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل. والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. والصيادون
ينؤون، وكل الذي يلقون شصا وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون. الحقيقة رددت هذا الإصحاح إلى أهل التخصص. دي يعني نبوءة في الشيعة تحققت ولا قيد التحقق ولا لسه تتحقق مستقبليا، ولا هي من النبوءات اللي تتحقق تكرارا؟ فكان الرد علي ان اغلب المفسرين قالوا انها مش نبوءة مستقبلية، لكن ارى انها نبوءة تحققت. الآراء مختلفة فيها، لكن لو درسناها بيفسروها ان جزء كبير منها تحقق وفيها جزء هيتحقق في نهاية الأيام، يعني بيقولوا في تفاسيرهم هكذا. لكن بدون كلام المسيحيين وتفسيراتهم هنلاقي إنها اتحقق لحد العدد 17 تم تحقيقه، أما من العدد 18 حتى آخر الإصحاح هيتم في الملك الألفي. لكن حتى الكلام ده مش صحيح، لأن النبوءة في العدد 19 تحققت سنة 1 قبل الميلاد، عندما هرب رئيس الكهنة أونياس من أورشليم وحصل على إذن إقامة مذبح للرب في مصر. لكن الأرثوذكس بيقولوا إن المذبح ده هو مكان الكنيسة، والكلام ده بيذكره يوسفوس إلى العائلة المقدسة قعدت فيه وقت هروبهم إلى مصر، أو أقيم مكانهم كنيسة ومذبح. لكن أنا يستحضرني ماذا؟ يستحضرني النص ده أو العدد 2، حتى إن كانت نبوءة تحققت ولا لم تتحقق، ولا تحقق منها جزء ويتحقق منها جزء، ولا هي قيد التحقق، ولا هي تكرار التحقق تتحقق مرة واثنين وثلاثة، يبقى هذا النص وهي الصورة العملية التي نراها في الإعلام واللي شفناها حوالين الطفل شنودة، وأهيج مصريين على مصريين عشان لما نشوف اللي بيهيج نعرف مين ده ومين اللي وراه ومين اللي زجه ومين اللي دفعه. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة ومملكة مملكة. الحقيقة عايز أقول كلمة أختم بها هذه الحلقة، وهي إن سبحان الله سمعنا الرجل أنا زعته في الحلقة الماضية، اللي هو الرجل أنا أحسبه محترم، اللي هو كرم غبريال، هو بيقول يعني نداء للنائب العام عايز يعني يصدر قرار بمنع الكلام في الموضوع ده تاني خالص. اشمعنى دلوقتي قلنا لا، هذا إجحاف. ثم سمعت كلام بعدها أيام لرجل محامي أو بيقولوا له سعادة المستشار اسمه أمير نصيف عن كده، بيتهم أخي من الإخوة أنه بيزدري، وهو بيتكلم يعني في الحلقات برضو عن شنودة بيزدري الأديان. أمال اللي انتوا بتعملوه إيه يا سعادة المستشار؟ والجيوش الجرارة دي اللي بتشتم في الحكومات، بتشتم في الإسلام وتزدري الإسلام وتزدري نبي الإسلام وبتقول على الإسلام شياطين ونبي الإسلام شياطين، والدنيا دي الهيجة دي إيه دي يا سعادة المستشار؟ ها؟ ما تقول برضو ازدراء أديان، ولا هننزل الصورة بعوار، ولا هنعمل بالمعيارين ونكيل بالمكيالين. خلي بالكم التكرار، لا ما خلاص بقى نقفل ملف الطرق المنشودة. لا، أنا أقول للمسلمين وكل واحد على السوشيال ميديا وغيرها اجعلوها دعوة لله. مسكوا الطفل شنودة، هم مش عملوا كده وهيجوا وكانوا عايزين يعملوا بلبلة وفتن في مصر، امسكوا هذه الحادثة واجعلوها دعوة لله عز وجل، دعوة لله، حولوها إلى دعوة لله عز وجل، حتى يتعلموا كلما صنعوا فتنة وبلبلة وأرادوا مؤامرات وأرادوا فتن تكون النتيجة والعاقبة دعوة إلى الله إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فكونوا منصفين، كونوا عادلين. دي الحلقة الثانية، وما زلنا نواصل عشان نبين أجزاء معينة وأحوال معينة من إن الطفل شنودة ده ورقة. وحتى إن أغلق الملف، فاضل لي حلقتين 3 كده وأغلق عندي أنا الحلقات، لكن لو أغلق الملف أنا أقول دائما وأكرر انتظروا الورقات القادمة، سواء نجيب جبرائيل سواء غيره، وشوفوا اللي دايما ركزوا على اللي في الكدر، مين ده
ومين اللي زجه، ومين اللي دفعه، ومين اللي عمال يقويه، ومن أسئلة لابد أن تسألوها، لابد أن تسأل في بلادنا، لابد أن يسأل هؤلاء لماذا يثيرون البلبلة رغم أن الذي هاج وماج وأشعل الدنيا نارا في هذه الورقة البسيطة دي اللي كانت ممكن تتحل في الدرع عادي وانتهت العملية بسهولة ويسر، ما فيهاش أطراف مسلمة خالص، بعيدا عن السوشيال ميديا، دخلوش السوشيال ميديا كطرف، لكن المضمون نفسه والقصة نفسها ما فيهاش أطراف مسلمة. لما فعلتم هكذا بنا وبلادنا؟ سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه هي نهاية الحلقة الثانية، الطفل شنودة والمؤامرة الكبرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.